السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي، مكرونة بالجمبري بالوايت صوص او بالكريمة. حلوة جدا وسهلة وبسيطة ومش تاخد منك وقت خالص. ونبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي مقاديري نص كيلو جمبري متنضف ومتقشر، وفتحة ظهره من ورا، وشلت سلسلة الرمل بتاعته اهي، بصي زي الفل. الجمبري هو زي الفل. عندي بصلايه مبشوره، عندي هنا هو الثوم وليمون، والمكونات بتاعتي البهارات ملح وفلفل اسود وكمون ورشه قرفه. وطبعا المكرونه اي نوع مكرونه انتي بتفضليه وبتحبيه شغال. نسيت بس احط هنا هو في طبعا كريمه لباني او كريمه طبخ، لازم تحطيها في مقاديرك. عندي هنا اهوت حله على النار فيها ميه بتجري وشويه ملح، هحط فيها المكرونه واسلقها عادي جدا زي ما بنسلقها. عندك مكرونه فيونكات او مكرونه اقلام او سباكيتي، اي مكرونه نوع مكرونه متوفر عندك حلو شغال يعني مش هيقول لا يعني. بس اي نوع مكرونه انتي بتحبيه او متوفر عندك خلاص. انا سايبه المكرونه هتستلي في طاسه تانية على النار، احط فيها معلقتين زيت، وهحط البصلايه بتاعتي تدبل اهي، وهنزل عليها بعد كده بالثوم بتاعي. الثوم اشم ريحته، وهنزل بالجمبري. مهم. أكلة لذيذة وسهلة وتقدري تعمليها في ربع ساعة. جاية من الشغل تعبانة مش قادرة تطبخي النهاردة، تقدري تعمليها مادام مكوناتها متوفرة عندك. بس كده. هنزل بقى بالثوم بتاعي، اشم ريحة الثوم، واروح نازلة بالجمبري زي ما قلتلك اهو. ادي الثوم بتاعي. يتشوح بقى وريحة تحفة جدا. طبعا اول لما الثوم بينزل الريحة بتبقى خطيرة. عندي الجمبري، انا قسمت الجمبرية نصين. انت عايز تبيه كده هو لوحده كده من غير ما تقطعيه، اوكي مش شغال مفيش مشكلة، انا قسمتها نصين. بس بتفضلي تشوحي طبعا فيها. وبعد كده هنضيف الجبن كريمة الطبخ. خلاص. عايزة اكد بس ان الجمبري بيستوي 3/4 سوا، ما بيستويش كامل، لان السوا الكامل بتاع الجمبري بيخليه يشد معاكي. خلاص. بعد كده انت بتضيفي المكون اللي هو الكريمة اللباني. ما عندكيش كريمة لباني، تقدري بعد في الخطوة اللي هي وانتي بتشوحي الجمبري تضيفي معلقة دقيق، تشوحيها كويس قوي مع الجمبري، وتحطي نص كوباية لبن، وتحطي قطعتين جبنة كيري او جبنة نستو. خلاص. تستبدلي الكريمة بالمعلقة الدقيق واللبن وقطعتين جبنة نستو او جبنة الكيري. بس كده. هضيف طبعا الكريمه اللباني بتاعتي، انا نسيت احطها طبعا في المقادير بتاعتي. اي كريمه طبخ انا احطها عندي. طبعا انا ضفت الملح والفلفل الاسود والبهارات اللي هي الكمون، وحطيت رشه قرفه. حطيتش بهارات، ملح وفلفل اسود وكمون ورشه قرفه. بس هضيف الكريمه اللباني بتاعتي ومكرونتي بتستلق وخلاص. الوصفة كده خلصت، مفيهاش اي حاجة. عايزة ياخد بس هنا هوت الجمبري غلوتين بس كده، يتبقبق بس كده الكريمة مع الجمبري، والريحة طبعا خطيرة جدا. ممكن تقدميه بطريقتين. ممكن بعد المكرونة تستلق بتحطي عليها الصوص دوت، وتقلبيها في بعض، وتغرفي كل واحد ليه طبق، او تغرفي طبق المكرونة زي ما انا هغرف كده، وعليها صوص بالجمبري حلو قوي.
المكرونه بتاعتي استلقت، انا بحط فيها معلقه سمنه او معلقه زبده، بتخليها بتفرفر اهي زي ما انت شايفه كده، جميله، وبتخلي كل واحده لوحدها كده، هو تحفه جدا. بس كده بقدمها و... وكده خلاص، انا وصفتي خلصت. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، واعملوا لي لايك واشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. باي باي.